بركة حياتنا ونور بيوتنا، صحتهم أمانة في رقبتنا. أهلا بيكم في المهم الصح. ليه بعض الكبار بيحسوا باكتئاب أو عزلة؟ الاكتئاب والعزلة ليه أسباب كتير عند كبار السن. من أسبابها ممكن يبقى ليه أسباب بيولوجية زي لخبطة مثلا في كيمياء المخ. السيروتونين على سبيل المثال بيقل مع التقدم في العمر. برضو الاكتئاب ممكن يبقى ليه أسباب نفسية واجتماعية زي إيه مثلا؟ مع طلوع المسن على المعاش بيحس إن هو ما بقاش ليه دور في المجتمع، ما فيش حاجة بتشغله، فممكن مع الوقت يبتدي يظهر عليه أعراض اكتئاب. ممكن برضو مع السن يبتدي الكبار السن يفقدوا الرفيق بتاعهم، الزوج أو الزوجة، أو يفقد الأصحاب أو مثلا أحد الأبناء، فده برضو يبتدي يحسسه بالاكتئاب. الشعور بالاعتماد على الغير، يعني مثلا معاشه بقى قليل، بقى معتمد على أحد الأبناء، فده برضو معتمد عليه طبعا ماديا، يعني فده ممكن يصيبه برضو بالاكتئاب. برضو ممكن أسباب اجتماعية، الشعور طبعا بالوحدة والعزلة. العزلة دي ممكن يحس بيها حتى لو هو وسط العائلة. ممكن كبار السن يبقوا عايشين مع أهلهم ومع ذلك هو قاعد لوحده في الأوضة، محدش بيتكلم معاه، محدش بيشاركه في أي حاجة، عشان كده هو بيبقى حاسس باكتئاب. الحاجة التانية برضو قلة بقى النشاط والخروج، هو ما بيخرجش، ما بيقابلش حد، ما بيتكلمش مع حد، فمع الوقت يبتدي يظهر عليه أعراض اكتئاب. ممكن برضو أسباب صحية، الأمراض المزمنة من أكتر الأسباب اللي بتصيب كبار السن بالاكتئاب. من أشهرها طبعا السكر، يعني السكر ممكن طبعا معاه يبقى فيه التهاب في الأعصاب الطرفية، مشاكل في الأوعية الدموية، الحاجات دي كلها بتعمل آلام صعبة، يعني ممكن تصيب كبار السن بالاكتئاب. طبعا آلام المفاصل، أخشونة المفاصل، الأورام، كل دي أمراض مزمنة ممكن تصيب كبار السن بالاكتئاب. لو في مشكلة في السمع، فقدان السمع، فقدان النظر، مشاكل النوم، الأرق، التوتر، كل الحاجات دي ممكن تصيبه بالاكتئاب. الحاجة التانية برضو بعض الأدوية، كبار السن ممكن تكون بتاخد أدوية تعمل لهم اكتئاب. أشهرها طبعا بعض أدوية الضغط والكورتيزون، بيعملوا طبعا اكتئاب. في حاجات تانية برضو زي عوامل وراثية. طيب ايه علامات الاكتئاب اللي ممكن تظهر على كبار السن؟ ممكن مثلا الاقيه طول الوقت حزين، ممكن بكاء، ممكن مش عايز يشوف حد، مش عايز يتكلم مع حد، بدأ عدم الاهتمام بنفسه، عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية، عدم المتعة في معظم الأنشطة اللي كان بيعملها قبل كده. دي كلها علامات تقول لي ان هو عنده اكتئاب. فقدان الشهية، ما بقاش عايز ياكل، اضطرابات النوم، ما بينامش كويس، مع الوقت يبتدي يبقى فيه بطء شوية في التفكير، تفكيره بدأ يتأثر. مع الوقت لو احنا ما بناخدش بالنا وما بنعرضوش على الدكتور وما بنشوفش العيان، ممكن الذاكرة تبتدي تتأثر. من أعراض برضو الاكتئاب الشديد ممكن ألاقي يبتدي يظهر على كبار السن بيعملوا حاجه اسمها سوماتيزيشن ديس اوردر، او اعراض جسديه غير مبرره. تلاقي يبتدي مثلا ايه، يشتكي، يقول لك انا طول الوقت بطني بتوجعني، انا عندي صداع، انا برجع. نروح نكشف ونعمل كل الفحوصات، نلاقي كبار السن ما عندهمش اي حاجه. فدي بنسميها حاجه اسمها سوماتيزيشن ديس اوردر. ده الاكتئاب الشديد ممكن ينعكس على كبار السن باعراض جسديه. ممكن يبتدي يبقى عنده بقى اعراض تانية انتحاريه، يتكلم عن الموت كتير، ممكن يقدم على الانتحار، ممكن يبقى عنده يبتدي يبقى عنده هلاوس، يبتدي يشك في الناس اللي حواليه. كل الحاجات دي اعراض ان عندنا اكتئاب شديد. طبعا مهم جدا كبار السن لو ظهرت عليهم اي من الاعراض اللي احنا قلنا عليها دي، لازم يتوجه للطبيب على طول ولازم يكشف. وطبعا يعني برضو كبار السن لازم نحميهم من كل الحاجات اللي قلنا عليها، ما يبقاش في عزلة، نبقى طول الوقت جنبهم عشان طبعا ما يصيبهمش اي من اعراض الاكتئاب. وبتمنى لكم حياة صحية خالية من الامراض، ومستنية اسئلتكم واستفساراتكم في الكومنتس، واشوفكم في الحلقة الجاية على خير.